انا هبتدي دلوقتي بعمل الرز، ودول البصلتين اللي هحطهم على كيلو رز، وممكن تحطوا اكتر، كل واحد زي ما بيحب. اساسا البصل بيكون كتير بيبقى افضل. اوكي، دول البصلتين اللي هجهزهم، اروح اجهزهم واقول لكم. ادي البصل يا جماعه، احط عليه بعض من الزيت، 3 معالق زيت 4 زي ما اتفقنا، ما نكترش زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كده ايه، انا هعمل كيلو رز، لا هحط تاني، انا هعمل كيلو رز كامل. بس كده يا جماعه اهو، ده اللي خدته من الازازه، ده اللي خدته من الازازه، لا كده تاني، ده اللي خدته من الازازه، هو 3 معالق للرز او 4 معالق، مش هيزيدوا عن كده. وهدي النار وهبتدي اشتغل اقلب حبه حبه، اعمل حاجه خالص. وصلت كده نص المده، ممكن لو انا بقى عشان اخلص بسرعه هعلي النار شويه وهتابعها. وانا طبيعتي البصل دوت في اخره بديه دايما معلقه سكر صغيره. اي بصل بحمره على النار سواء لاي تقليه او لاي حاجه اعملها، بحب قوي اضافه معلقه السكر عليه، وبكمل تقليب، وبعد كده بكمل الخطوه اللي انا هعملها. دلوقتي انا هكمل اللي عليه تقليب واحط معلقه السكر، اقول لكم امتى احطها، ساعه ما احطها هقول لكم، ونكمل الخطوات. احط معلقه سكر دلوقتي واكمل. احيانا يكون في نوع من البصل على طول تلاقيه نشف معاك على طول وكده، وفي نوع اللي هو مستطري شويه، ده هو دوت طبيعته، ما بتفرقش على فكره، طعم كله الادمي نعمه ربنا كله. يا رب انصر فلسطين واحفظ مصر يا رب يا رب. الطبيعي يا جماعه انا بعمل نص كيلو، مستعجل كافي، عشان بس تقول لازم كيلو ونص، لا مش لازم، هو نص كيلو حلو قوي. بس النهارده انا فكرت في كل الاسباب عندي. القريب هبتدي بقى ايه، تجيب 4 كوبايات، دول كيلو 4 كوبايات، هحط 4 كوبايات ميه، بس هقلل شويه على 4. ليه؟ عشان الرز مغسول يمكن يكون فيه قليل من الماء، فهكتفي الميه دي وتشيل شويه صغيره تحطهم وحطهم. التوابل بقى اللي هحطها، انا بسيب الميه دي تغلي 5 دقايق كده عشان تنزل. نحط هنا معلقه ملح كبيره، نكملها نحط شويه حلوين كده من القرفه، حوالي معلقه صغيره اهي يا جماعه بس، وبسيبهم بقى يغلوا على النار 5 دقايق كده. هقلب اهو. واسقط الرز، محتاج ميه تاني هزود كده. هسيبهم يغلوا 5 دقايق على النار، ولما اجي اسقط الرز هقول لكم. حله كبيره انا
نقلت الموضوع ده كله في حله اكبر، لان لقيت الحله التانية مش هتاخد الكيلو، وانا عشان متعوده على الحله التانية لازم نص كيلو فنسيت. لكن بعد كده لقيتها مش ممكن تاخد الكيلو، فنقلته للحله الاكبر. بس شويه وابتدي احط الرز كده بيغلي اهو، وادي كل شويه صغيرين، شويه حلوين، ننزل اللون بتاعه والطعم، ونحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا لو انا احتجت ميه تاني هاخد، مش شرط ان انا هحتاج. طبعا هحتاج ميه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه يغلي، وبعد ما يغلي طبعا اغطي عليه واسيبه يغلي. بعد ما يغلي دقيقتين كده ولا 3 اغطي عليه واسيبه 25 دقيقه. ده كيلو رز، ما افتحش عليه، هفتح عليه يستوي زي الفل. دلوقتي بقى هنرفع الغطا عن الرز، طفيت انا عليه. بسم الله ما شاء الله، هو كده استوى 25 دقيقه. ما نفتحش عليه ونطفي واحنا مطمنين.